تحطم أبنائك بالسخرية منهم. عايزة أحكي لك ملخص قصة حياتي. أنا اتجوزت جواز صالونات، يمكن ما كانش بينا قصة حب. جوزي راجل محترم، بس بعد الجواز اكتشفت فيه صفة وحشة جدا، صفة بيحبها وبيعملها كتير، التريقة على الناس. وانا طبعا كان بينوبني النصيب الاكبر من العادة المؤذية دي، بس الحاجة الصعبة اني اكتشفت انه تقريبا مدمن انه يتريق على الناس ويسخر منهم. اكتشفت انه بيعمل الموضوع ده بطريقة مبالغ فيها جدا. طب انا اقدر استحمل، لكن للاسف الموضوع استمر لما خلفنا وبقى جوزي على طول يتريق على ابننا الوحيد. انا مش بتكلم عن الهزار العادي اللي في كل البيوت، لا، الهزار المتبطن بتعليقات سخيفة وشتايم وإهانات ونظرات أسخف، كأنه بيتعمد يحرج الولد في بعض ساعات، بالذات بقى قدام قرايبنا ولا أصحابنا، لدرجة إن ابني حبيبي بقى يخاف من التجمعات العائلية ويتفاداها علشان ما يتحطش في موقف سخيف قدامهم بسبب تريقة أبوه عليه، وإنه العادي إنه يخليه مسخة القعدة، ولو اضطر يروح بيفضل قاعد ساكت عشان ما يعملش حاجة تخلي أبوه يتريق عليه، بس برضه مش بيسلم من التريقة. ساعات بحس ان الولد حبيبي بيبقى عايز يعيط من كتر التعليقات السخيفة من ابوه. ومرة جرأته وخليته يواجه باباه بكل احترام وكل حب، وقال له يا بابا انا بتضايق من الهزار ده، فابوه اتعصب عليه وزعق له جامد قوي رغم اننا كنا في الشارع، وفضل يقول له في ايه، انا كنت بهزر، انت اللي معقد ونكدي. فالولد يا حبيبي اتأثر وانهار من العياط، وبجد قلبي وجعني عليه وما كنتش عارفة اساعده ازاي. رحت اتكلمت مع جوزي، وكل ما اقول له يقول لي ايه بهزر، اقول له الولد بيزعل وبيتأثر نفسيا جدا، يقول لي بلاش هبل، خليه يطلع راجل ناشف مش عيل مايز زي البنات. أنا بحس إن ابني مكبوت، خايفة من تأثير التريقة والسخرية دي عليه. هو الموضوع ده فعلا ممكن يأثر نفسيا على الولد ولا هيكبر وينسى؟ تعالوا نتفق إن فيه هزار مقبول بين أفراد الأسرة، لكن اللي بتكلم عليه النهاردة هي السخرية لما بيكون فيها 3 حاجات. أول حاجة الإهانات زي الشتايم مثلا، مش مقبول تحت أي بند إني أشتم ابني أو بنتي وأقول إن أنا كده بهزر معاه، ده هزار مش مقبول. وتاني حاجة التنمر على شكله ولا شعره ولا حجم مناخيره ولا جسمه ولا مثلا الطريقة اللي بيتكلم بيها. ممنوع الإشارة لأي حاجة بنعتبرها عيب في الولد ونقعد نتريق عليها ولا نهزر عليها ولا نسخر منها على أساس يعني إن الهزار بيخفف حدة الموضوع شوية، فنقول بقى كلام من نوعية يا أزعة ويا فشلة ويا نخلة ويا بكار والحاجات دي. وتالت حاجة المعايرة، لو السخرية فيها معايرة لتعثر أو فشل مثلا حصل قبل كده، فيبقى ابني أو بنتي سقطوا مثلا في مادة من المواد في أحد سنين الدراسة، فتفضل بقى النكتة بتاعتنا ونفضل نتريق ونقول له يا ساقط يا اللي مالكش في التعليم والكلام ده. إهانات، تنمر، معايرة. جامعة فلوريدا أتلانتيك نشر مقالة رائعة عن دراسة ضخمة اتعملت لمدة 3 سنين على أكتر من 1400 ولد وبنت في الفئة العمرية من 13 ل 15 سنة، ولقوا إن من نتائج الدراسة دي إن الولاد والبنات اللي تعرضوا لتنمر بشكل فيه سخرية من أهاليهم من وهم صغيرين بيكونوا أكثر عرضة إنهم يبقوا ضحايا للتنمر والإساءات من المجتمع بعد كده. والولاد والبنات دول بيعانوا جدا لأن بيبقى عندهم حاجة اسمها dysregulated anger، غضب غير مدار أو غير متحكم فيه بشكل ما، لأن طبعا في الأغلب مش بيعرفوا يردوا الإهانات دي لأهلهم من وهم صغيرين، فبيكبروا وهم مفتقدين إلى حد كبير مهارة إن يوقف كل شخص عند حده، إن يفرق بين الهزار والإهانات. فالولاد والبنات دول بيعيشوا ضحايا للمسيئين اللي بيقابلوهم في حياتهم. تخيلوا يا جماعة المعاناة اللي ممكن أحط فيها ابني أو بنتي بسبب شوية هزار ولا سخرية ولا تريقة ولا استظراف متبطن بإهانات وتنمر. متخيلين الكارثة؟ متخيلين إن إحنا اللي نبقى بنربي ولادنا على الموضوع ده؟ طب ليه في أهالي بيسخروا من ولادهم أصلاً؟ لسببين. أول سبب جو المرح، خلينا متفقين إن السخرية بتعمل جو كده بيضحك الناس، فبعض الأهالي بيتريقوا على ولادهم حتى في القعدات والتجمعات العائلية من باب إنه تعالوا نهزر شوية، بس ما بيبقوش واخدين بالهم إن حتى لو ابني أو بنتي اللي أنا قاعدة أتريق عليه بيضحك ويهزر معانا إنه مجروح نفسياً ومحرج جداً. وتاني سبب الاستخفاف بثقل السخرية دي على ولادنا، فلو الولاد ما ضحكوش معانا
او حتى عبروا لنا عن زعلهم وعن ضيقهم من السخريه اللي احنا بنتريقها عليهم، بنقول لهم بلاش نكد وحساسيه وبنكمل تريقه عليهم ويمكن بنزود فيها كمان. ايه هي التبعات السلبية للسخرية من ولادنا؟ وهل السخرية والتريقة ممكن تحطم ولادنا؟ ايوه، ل3 اسباب. أول سبب لأن السخرية بتخلق عندهم حاجة اسمها insecurities، حاجات بتبقى جوايا، صفات مثلا ليها علاقة بشكلي أو طريقة كلامي اللي أهلي كانوا بيتريقوا عليا فيها من وأنا صغيرة، تفضل عاملة لي مشكلة وممكن تتطور إنها تبقى عقدة. فاللي بيتريقوا على شعري ولا حجم مناخيري مثلا يفضل الموضوع ده مستمر معايا حتى لما أكبر وأدخل في مرحلة النضج. وتاني حاجة استنساخ السلوك. السخرية أحيانا ممكن تخلي الولاد يستنسخوا السلوك ده، فهم كمان يكبروا وهم بيتريقوا على خلق الله، وده سلوك سيء جدا دينيا وخلقيا. وأسوأ حاجة ان احنا كأهل اللي نربي ولادنا عليه ونزرعه جواهم. وكمان موضوع الديسريجوليتد انجر ده، الغضب الغير متحكم فيه، ممكن يطلع من بعض الولاد والبنات في هيئة تصرفات عنيفة أو عدوانية تجاهنا أو تجاه أي حد من زمايلهم وأصحابهم مثلا، وإحنا ما نبقاش عارفين نفسر السلوكيات دي ليه عاملة كده. وممكن السلوكيات دي تعمل مشاكل كتير لولادنا وبناتنا في حياتهم. وثالث حاجة خطيرة جدا، الكبت. بعض الولاد والبنات اللي بيتعرضوا للسخرية وتنمر وتريقة من أهلهم بيكبتوا المشاعر السلبية دي جواهم، والكبت ده أبو الأمراض النفسية، لأن الطاقة المكبوتة جواهم دي بتبقى محتاجة حاجة ينفسوا عن غضبهم فيها. ولما مش بيقدروا أو مش بيعرفوا يعبروا عن غضبهم، أو حتى لما بيعبروا عن ضيقهم ده بيتقابلوا بكلام من نوعية انتوا اللي حساسين وانتوا اللي نكديين، احنا بس بنهزر معاكم، بيضطروا يكبتوا المشاعر دي ويفرغوها بشكل سلبي ممكن يضرهم أكتر، زي مثلا الأكل العاطفي، إن هم يبقوا بيطلعوا همهم في الأكل فيتخانوا أكتر، فالتريقة عليهم تزيد والدايرة المفرغة دي ما تخلصش. أعمل إيه عشان أصلح غلطتي وأبطل أتريق على ولادي وأسخر منهم؟ وإزاي أرجع أبني علاقة سوية مع ولادي في الحتة دي؟ هقول لحضراتكم 4 نصايح. أول نصيحة ليها علاقة بطريقة تفكيرنا، تعالوا نسميها خليك واعي. لازم يا جماعة نحط في دماغنا فكرة مهمة جدا، ان السخرية اللي فيها اهانات او تنمر او معايرة دي تقيلة جدا على قلوب ولادنا وبتجرحهم نفسيا. والولاد والبنات اللي بيتعرضوا ليها احيانا بيهزروا عشان يبينوا لنا يعني ان هو مش فارق معاهم، مع ان هم من جواهم بيبقوا بيتجرحوا 1000 مرة، يا اما بيكبتوا المشاعر السلبية دي جواهم وده ممكن يأثر عليهم نفسيا جدا. يا اما حاجة تانية كمان، بعض الولاد والبنات بيطلعوا او بيعبروا عن غضبهم ده في تصرفات عصبية وعنيفة وعنيدة ما نبقاش فاهمين تفسيرها، بس هي بتبقى تعبير عن الغضب اللي جواهم. فلو حضرتك كأم وحضرتك كأب فاكرين ان السخرية دي حاجة عادية ومجرد هزار، أرجوكوا راجعوا نفسكوا وخليكوا واعيين بالأثر النفسي السلبي للموضوع ده على أولادنا وبناتنا. تاني نصيحة، احذروا النقد العلني. اوعي تتريقي على ولادك بالذات لو قدام الناس. اقولك حاجة، حتى لو عملوا حاجة غلط، لو ابنك او بنتك كانوا معاكي في مكان عام وغلطوا، لو سمحتي تاخديهم بهدوء على جنب وما تهزقيهمش وتتريقي عليهم، لا، تنتقديهم نقد محترم، تفهميهم الغلطة فين ويصلحوها ازاي، مش تتريقي عليهم وتسخري منهم وتهزقيهم. لان بالذات في وقت المراهقة ولادنا وبناتنا برستيجهم بيبقى مهم قوي، وصورتهم قدام الناس بتبقى في منتهى الحساسية، ودي طبيعة المرحلة السنية. فلو كسرتي حاجة من دول بالذات قدام الناس، مش متخيلة ابنك ولا بنتك هيبقوا متضايقين منك قد ايه. وتالت نقطة في منتهى الخطورة، اسقاط المشكلة عليهم. يعني تراعي مشاعرهم وما تقعديش تقولي لهم انت اللي نكدي وانت اللي حساس. مشكلة السخرية في اللي بيسخر مش في اللي بيتم السخرية منه، فبدل لما نرمي المشكلة عليهم احنا نصلح سلوكنا اصلا. واخر حاجة، اسمح لهم بالتعبير عن المشاعر. الاب والام لازم يعلموا ولادهم ويدربوهم اننا لما نعمل حاجة تضايقك مفيش مانع ان انت تيجي تكلمنا باحترام وتعاتبنا عتاب المحبين انك اتضايقت من تصرف معين احنا عملناه، واحنا نعترف بده ونأيد مشاعره، ومفيش مانع خالص ان احنا نعتذر لابننا او بنتنا اللي غلطنا فيهم. ده ما يقللش مننا في اي حاجة يا جماعة. فلو سمحتوا ادوا فرصة لولادكم انهم يعبروا عن مشاعرهم لو اتضايقوا منكم، وربنا يهدينا ويعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.